بسم الله الرحمن الرحيم. زي كل مرة هبدأ كلامي بمقولة أنا بحبها: كريم رسول الله والله أكرمه، وهل من فقير بين الكريمين يحرم. النهاردة أنا بكمل سلسلة من سلاسل استخدام ماكينة الاي تي ام وبرضو الخاصة بالبريد المصري. ودايما أنا بحاول إن أنا أكرر مرة واثنين وثلاثة، لأن ممكن يكون في حد هيقع في ايده الفيديو ده لأول مرة، فلازم ان انا اكرر واعيد وازيد كلامي ولو هيكون لأول مرة. زي ما قلت، اول ما بتدخل على ماكينة البريد المصري بيبقى فيه رسالة تحذيرية. دائما وابدا البريد المصري بيفكرك ان انت ما تديش معلوماتك لاي حد هيتصل عليك يقول لك الفيزا اتوقفت، الفيزا محتاجة تحديث بيانات. ما تشغلش بالك، كل ده عبارة عن عمليات نصب مكررة ودائمة للاستيلاء على فلوسك. فانت لازم تبقى واخد بالك كويس جدا ان انت ما تديش بياناتك لاي حد هيبعت لك رسالة او يتصل عليك، وفي اللي بيضحك عليك وهيقول لك ان انت كسبت مبلغ كذا، فاحنا عايزين بيانات الفيزا اللي موجودة عندك. انت تديله بياناتك على امل ان هو هيديلك فلوس او يبعت لك فلوس. فدي رسالة تحذيرية مشكورا البريد المصري بيقدمها لنا. ودايما البريد المصري بيفكرك ان رقم خدمة العملاء 16789 لأي مشكلة بتواجهك وانت بتستخدم الفيزا، أي مشكلة بتواجهك، الفيزا ضاعت منك، أي مشكلة بتواجهك وانت داخل تعمل معاملات على شبابيك البريد المصري. تعالوا النهاردة أقول لكم على ميزة محترمة جدا طال انتظارها بصراحة بالنسبة لعملاء البريد المصري، اللي هي خدمة التحويلات بين الحسابات. بالراحة وبكل هدوء أنا هعرفك إزاي. لو أنت معاك فيزة البريد المصري الخاصة بالتوفير، هفكرك للمرة الثانية إن الفيزا دي بيبقى عليها حسابين: واحد جاري بدون عائد وواحد توفير. الجاري بدون عائد اللي هو ممكن لو في شخص عايز يبعت لك فلوس ممكن يبعت لك على حساب الجاري بدون عائد. وطبعا علشان تسحب الفلوس مش مطلوب منك غير ان انت تعدي 48 ساعة علشان لما تيجي تسحب فلوسك ما يبقاش عليك رسوم اسمها رسوم 48 ساعة. الفلوس دي بتتبعت على حساب الجاري بدون عائد بدون رسوم مطلقا. لو هتبعت مبلغ وليكن مليون جنيه مش هيدفع الشخص اللي بيحول لك الفلوس دي على حساب الجاري بدون عائد اي فلوس. وتعالوا بالراحة أنا هعرفكم شوية تريكات بسيطة تقدر من خلالها إن أنت لما تتعامل من خلال ماكينة الاي تي ام مش محتاج إن أنت تدخل مكتب البريد. من ضمن الحاجات دي لو أنت عايز تعرف رقم الحساب الجاري بدون عائد اللي هو ممكن شخص يحول لك عليه فلوس، تيجوا مع بعض أعرفكم إزاي تطلع رقم الحساب الجاري بدون عائد وتديه لشخص يحول لك عليه فلوس وانت قاعد في بيتك معزز مكرم. ومش كده وبس، لو انت معاك الفيزا ومتفعلة، طبعا تفعيل الفيزا بيكون بطريقتين: يا اما ان انت بتفعلها من خلال ماكينة الاي تي ام وانت واقف قدام الماكينة ويجي لك كود على التليفون اللي انت مسجل بيه الفيزا وتدخل الكود ده على المكنة يبقى كده اتفعلت الفيزا. او ان انت هتبعت رسالة ل 16789 ولكن الرسالة مش هتكون على 16789، الرسالة هتكون على 6789 وبتكتب أول 6 أرقام من الفيزا، يبقى كده الفيزا اتفعلت معاك. وطبعا لازم يكون معاك الرقم السري. والرقم السري لو انت عايز تعرفه، الرقم السري لو انت عايز تعرفه هو بيبقى معاك اللي هي الورقة اللي زي دي. هي الورقة دي اللي انت بتستلمها من البريد بيبقى جواها الرقم السري مكتوب زي ما احنا شايفين. طبعا بما ان انا بوضح لك الصورة فانا مفيش مشكلة عندي ان انا ابين لك الرقم السري الورقة شكلها عامل ازاي وبتبقى جوه كده بالظبط. دي الفيزا معانا. تعالوا مع بعض نتعرف ازاي اطلع لك رقم الحساب الجاري بدون عائد اللي ممكن شخص يحول لك عليه فلوس. زي ما انتم شايفين دي ماكينة البريد المصري وده المكان المخصص لان انت تدخل الفيزا عليه. بتخلي الشريحة لفوق وبتعمل عملية ادخال الكارت. طبعا زي ما قلت لك اقرا التعليمات اللي موجودة على الشاشة، انت مش محتاج حد يشرح لك. اللغة العربية انت هتختار اللغة العربية 1، هتدخل الرقم السري
دخلك على الحساب زي ما انت شايف. دي البيانات اللي موجودة على الفيزا. طيب انا عايز اطلع الرقم الجاري بدون عائد، انا هعمل عملية استعلام. بمجرد ما تعمل عملية استعلام بيجيب لك زي ما قلت لك ان انت بيبقى في عندك حسابين، جاري بدون عائد وحساب توفير. ده حساب جاري بدون عائد اللي هو اللي قدام ده اللي فوق، ممكن ان انت تصوره بالموبايل او ممكن ان انت تكتبه على ورقة. بكل بساطة ده حساب الجاري بدون عائد. طب انا لو عايز اعمل تحويل ما بين الحسابات، يعني انا دلوقتي اتبعت لي فلوس على الحساب الجاري بدون عائد، عايز احولها على التوفير، لان التوفير هو اللي احنا بناخد عليه الارباح. طبعا انا هطلع تاني وهعمل نفس العملية، ولكن بدل ما هعمل استعلام عن الحساب، لا انا هدخل اعمل عملية التحويل مباشرة. تعمل عملية ادخال الفيزا مرة تانية. طبعا هيطلب مني الرقم السري، بختار اللغة العربية، الرقم السري. ولكن المرة دي بدل ما هعمل عملية استعلام عملية سحب، لا انا هعمل عملية تحويل. زي ما انت شايف انا دلوقتي عندي الجاري وعندي التوفير، الفلوس مبعوتة لي على الجاري، انا عايز احولها على التوفير. يبقى برجاء اختيار الحساب المطلوب التحويل منه. يعني انا لو جالي الفلوس على الجاري انا كده هختار، هو اوتوماتيك بيقول لي برجاء اختيار الحساب المطلوب التحويل اليه اللي هو التوفير، فانا هختار الحساب التوفير. يبقى هضغط وبكتب المبلغ اللي انا هحوله من الحساب الجاري. طبعا انا كنت عملت عملية الاستعلام، فانا لو متحول لي مبلغ معين انا هكتب المبلغ. وزي ما قلت لك قبل كده ان انت علشان تيجي تكتب المبلغ بص تاني معايا على الشاشة وبص على ايدي. فانا هكتب وليكن 10,000 جنيه اهو، اضغط على الزيرو علشان ينقلني في خانة ال10,000. كده انا كتبت 10,000 جنيه. انا لو معايا المبلغ ده وعايز اعمل استمرار هعمل استمرار، وبكده تمت عملية التحويل بكل بساطة. مش عجبني اي شيء انا هعمل عملية الغاء من على الماكينة. لا طبعا انت مش عايز تطبع، هو بيقول لك انت قمت بعملية الالغاء، هل ترغب في تنفيذ عملية اخرى؟ يا نعم يا لا. انا هختار لا، وكده بتطلع لي الفيزا. ده كان شرح بسيط ازاي ان انت تطلع رقم الحساب الجاري بدون عائد، وازاي ان انت تحول ما بين الجاري والتوفير. اتمنى يكون الشرح ده عجبكم، وان شاء الله نستفاد بالشرح ده باستمرار.